السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفسيخ وجمال الفسيخ، فسيخ العيد، فسيخ شم النسيم، معشوق الجماهير، الاكله الشعبيه نمره واحد في مصر، اللي مهما ناكل منها ما نشبعش ونقول كمان. هنعمله النهارده باحلى واسهل طريقه. هنقول كل الاسرار اللي تنجح معاكي الفسيخ، لونه وردي مستوي زي الزبده، ريحته تفتح النفس وكمان طعمه جميل، وازاي تنضفيه ويطلع معاكي بالجمال ده. كل ده هنعرفه في فيديو النهارده، بس الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله وتعالوا نشوف الطريقه. جبت 3 كيلو سمك بوري. جبت الكيلو ب 180 جنيه. ال3 كيلو عملوا لي 5 سمكات، يعني كل واحده حوالي 600 جرام. ممكن تجيبي الوزن ده، وممكن يبقى اقل، مثلا الكيلو يعمل 3 سمكات، او ممكن اكبر السمكه كيلو او كيلو الا ربع، بس الحجم ده بيبقى معقول. اول حاجه هنعملها هنغسله كويس قوي. هنغسل سمكه سمكه، نقلب راسها لتحت وديلها يكون فوق علشان ما يدخلش ميه جواها، لان لو دخل ميه جواها هتزعلي بجد، هتزعلي. فخدي بالك. نغسل الخياشيم بتاعته بالشكل ده كويس قوي، نطلع منها الطينه واي دم، ونصفي السمكه برضو كويس قوي من الميه ونحطها في مصفى. وهسيبها 10 دقايق يعني لغايه لما تنزل اي ميه فيها. بعد كده هاخدها وانشفها بفوطه او مناديل ورق من النغشيش ومن بره، وبعد كده هدخل في كل نغشوش منديل ورق بالشكل ده علشان يمتص اي ميه واي دم هينزل من السمكه. هحطهم بقى في مصفى ناشفه. انا خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي، نشفتها بالفوطه وحطيت في النغشيش مناديل. هسيبه في المصفى دي وهو مقلوب على راسه بالشكل ده، تمام، علشان يعني اي دم اي ميه تنزل في المناديل دي. وهسيبه في مكان هاوي. لو الجو حر شغلينه المروحه، لو يعني ما فيش مروحه يبقى حطيه في التلاجة، ما فيش مشكله خالص لو حطيتيه في التلاجة. هنسيبه لمده 8 ساعات وهنغير المناديل عليه. انا غيرت المناديل حوالي 3 مرات لغايه لما تلاقي المناديل ما بقاش فيها دم خالص. بس اهم حاجه ما يجيش عليه دبان ولا اي حشره، وعلشان تضمني ان ما فيش حاجه وحشه تيجي عليه غطيه بمناديل ورق. وده السمك بتاعي بعد ما عدى عليه 8 ساعات، نشف وبقى زي الفل اهو، ما بقاش فيه ميه خالص. همسحه تاني كده بالمناديل، وهمسك سمكه سمكه هعمل له مساج لانه بيكون جمد ونشف. هطريه من ظهره من فوق بالشكل دوت، وكمان ديله، بس ما تجيش عند بطنه خالص. الحركه دي بس بنعملها علشان الفسيخه تبقى لحمها طري معايا زي الزبده بعد ما تتخلل.